كنت تظن أن عبارة يا وجه البخس مجرد شتيمة جزائرية تقال في وقت غضب؟ لا يا أخوي، المسألة أعمق بكثير. إنها لعنة تاريخية، صرخة اشمئزاز جاية من زمان بعيد. كان هناك ملك جزائري، رجل حقيقي، بطل لا يخاف، يغرطى، قاوم، خطط، وذل روما وهو يلبس البرنوس. لكن كان عنده صهر، وهنا تبدأ الريحة الخايبة. صهره كان اسمه بوخوس، ملك موريتانيا، رجل غني حاسد وطماع في السلطة. عرضت عليه روما عرضاً قذراً، فخان. باع صهره، باع الدم، باع الشرف. سلم يغرط للرومان كأنه كيس بطاطا. خيانة من حجم الكارثة، خيانة ستذكر إلى الأبد. من ذاك اليوم، حتى ولو نسيت الأسماء، وحتى لو ما فتحتش كتاب تاريخ، قلبك كجزائري حافظ الحكاية. ولما تشوف شخص خائن بلا شرف بلا ضمير، تقول له تلقائياً يا وجه البخس، كنت تظن أنها مجرد شتيمة؟ لا يا أخو، هذه رسالة.